السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى ناس في العالم؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني يا أحلى اخوات. ربنا يسعد أيامكم ويجبركم ويراضيكم ويجعل صباحكم يا رب مستور وجميل وفي كل الخير كله ليكوا يا رب العالمين، قادر كريم يا رب. وحشتوني يا حبايبي. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنقول ايه مع بعضينا. اول حاجة زي ما تعودنا، ربنا ما يقطع لنا عادة ابدا، هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع الفضل، نسألك يا رب العالمين سترا جميل لا ينكشف بعده ابدا يا رب العالمين، وصحة تدوم ولا تزول يا رب العالمين، وراحة تملأ بها يا رب قلوبنا، ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. يا رب ابعد عنا الهم والحزن، وبدل يا رب خوفنا إلى أمن يا رب، وضيقنا إلى فرج يا أكرم الأكرمين. واجعل يا رب أيامنا كلها مليانة بطاعتك ومليانة برضاك. يا رب احفظنا واحفظ أهالينا واحفظ أحبابنا، وارزقنا يا رب الخير كله، قادر كريم جميعا. اللهم آمين آمين آمين. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي في قناتكم وصفة سهلة مع ممازن. وحشتوني قد العالم قد العالم قد العالم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض روتين حلو ومحفز كده، نقوم ونتنشط كلنا. بس خلينا قبل ما هنبدأ ما تنسيش تحطي اللايك، ربنا يكرمك من واسع فضله يا رب العالمين. لايك لاختك ام مازن كده، دعم منك انت يا كريمة. وربنا يا رب ييسر لكم احوالكم جميعا، ويرزقنا جميعا يا رب الستر والصحة وراحة البال، قادر كريم يا رب العالمين. بدأت بقى اليوم معاكم، فتحت الشقة. أول حاجة كنت واقفة في الريسبشن، فتحت باب البلكونة، قلت بقى أدخل شمس جديدة كده. قفلت السلك بتاعها عشان ينسم عليا من غير ما يدخل ولا ناموسة بقى ولا دبانة ولا الكلام اللي بالكم فيه بقى، الصيف وحركاته. انتوا عارفين الصيف وحركاته بقى. بصوا بقى دوت قالب جبنه شيدر، عايزه اقول لكم حلو قوي، طعمه حلو قوي يا بنات وحياة ربنا. يعني انتوا لو لقيتوا ده موجود عندكم في اي هايبر او في اي سوبر ماركت، ما تترددوش. اولا سعره مش غالي، ماشي. آه والله ما فاكره بكام، استغفر الله العظيم، الواحد ناسي. والله العظيم ما فاكره بكام يا حبايبي، مش فاكره، بس ما كانش غالي. كنت جايباه من عند الفرجاني. كان عامل عروض على كل حاجة عنده، وانا رحت بقى جبت القالب دوت، بصراحة عجبني قوي. جربته بقى ان انا يعني اقطعها كده زي عارفين انتوا لما بنجيب سكينة ونقطع اللانشون. انا جربت ان انا اعملها كده واكلها، لقيت طعمه رائع. جربت بقى ان انا اعمل اسيحها، مثلا على وش حواوشي، على وش مكرونة، على وش بيتزا. مش قادرة اقول لكم يا بنات على طعمها، طلع حلو قوي، فنفعني بالامانة بالامانة نفعني. وحلال في الفلوس، والله والله ما فاكرة كان بكام، بس ما كانش غالي. بس انا والله ما فاكرة، انتوا عارفين ان انا بنسى. ده كنت جايباه من عند الفرجاني، هي كده قالب كبير، هو كان كيلو في قلب الدرج بتاعه ده. بس انا عايزه اقول لك ان انت بعد ما تقطعي وتخلصي، غطيه كويس قوي ورجعيه الدرج تاني عشان ما ينشفش. زيه زي الجبن كلها، لما بنسيبها يعني مش متغطيه كويس بتلاقيها نشفت والهواء غير شكلها. ده لازم تقفليه كويس قوي بالكيس اللي عليه ده، وترجعيه الدرج تاني. حلو قوي يا بنات والله العظيم، اوعي تترددي ان انت لو لقيتيها هتوفر معاكي. فاكرين الاكياس اللي بنجيبها بتاعت الموتزاريلا والكلام ده؟ والله العظيم عايزه اقول لك طعمها على وش الحاجه، فيها مطه وفيها جمال، ما قادره اقول لك على شكله. حلو قوي يا بنات وحياة ربنا. بصوا هرجعه تاني الدرج وهقفل كويس علشان ما ينشفش، ده اهم حاجه. ده كان من الفرجان يا حبايب قلبي، ده كان من الفرجان. انا كده بعمل معاكم وجبه فطار حلوه كده. قلت ايه نفطر انا والولاد قبل ما اندمج بقى في الروتين بتاعي، والعيال يا عيني يبقوا جعانين او حاجه. بس برضو انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا لما بشتغل في البيت، انا مش من يعني مش بشيل كله لوحدي. انتوا فاهمين قصدي؟ انا واحده من الناس كنت مستنيه العيال يخلصوا امتحانات علشان كله يشتغل معايا في البيت. يعني الاجازه دي انا شايفاها ان هي فرصه حلوه قوي، ان انت تعلمي ابنك ولا بنتك حاجة جديدة. مش لازم تبقى البنت شاطرة وشيف بقى وكده، لا. بس اقل حاجة ان هي تقدر تعمل لنفسها سندوتش، تعرف تسخن لقمة،
تعرف تسلق مكرونه، تعمل طبق مكرونه بطريقه انت مش خايفه عليها، ان انت لو كنت بره البيت وقفت قدام البوتاجاز، لا هي فاهمه عارفه هتعمل ايه وهتفتح ايه وهتستخدم ايه. يبقى انت كده عودتيها وفي نفس الوقت حميتيها، مش مطمنه مش قلقانه عليها، قصدي ان هي ايه، ان هي واقفه قدام البوتاجاز. دي حاجه كويسه قوي الاجازه دي. انا بشجعكم اهو دلوقتي كلكم، كل ام ربنا يا رب يبارك لكم في اولادكم جميعا، كل ام تجيب عيالها كده وتشجعهم ان هم في الاجازه لازم يتعلموا كل حاجه في البيت، كل حاجه تبقي مطمنه عليه. علميها تغسل كوبايه، علميها تروق مكانها، علميها ان هي تغسل الاطباق معاكي، تدعك لك بوتاجاز. على فكره انت يعني الواحد بيعلمه مش عشان انا اعيش بقى هانم وملكه في نفسي، لا انا مش بقولهم شيلوا الشغل كله، بس كلنا بنساعد بعض عشان يعرفوا ان الحياه مشاركه، عشان يعرفوا ان الحياه مشاركه. لان اكبر غلط الواحد بيقعد يقوله يا بنات، والله العظيم انا بذكركم بذكر نفسي، اكبر غلط الواحد يقوله ايه، لا 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 ده عيالنا لسه صغيرين، لا لا يا جماعه لا لسه انا هحملهم من دلوقتي، ما يعلم بكره مخبلهم ايه، ان شاء الله مخبلهم الخير كله. بس اقفي كده وعلميهم عشان يطلعوا ستات شاطره وبنات شاطره ورجاله فعلا، تقولي انا مربيه راجل، تقولي كده زي ما بتقول، مش عارفه بنقولها ازاي، اللي هو ايه، اللي هي بثقه جامده قوي كده، بالفم المليان، افتكرت تقوليها كده بالفم المليان ايه، لا ده انا مربيه راجل، انت فاهمه اللي هو ايه. ابنك يبقى هو متصدر في كل حاجه، هو اللي ينزل يجيب لك الطلبات كلها، استغلي الاجازه، انزل هات انزل هات، فلان جاي يصلح حاجه تعالى اقف هنا، اقف هنا معايا احنا مش هنطلع، اقف انت، خد انت حاسب، انت فاهماني، خد انت شوف. يبقى هو اللي عارف ان التعاملات دي بتاعت الرجاله، انما انا مش هوقف بنت مع صنايعي، ولا هوقف بنت او لا انزلي انت هاتي الطلبات، ولا هوقف بنت واقول لها خدي الباسكت ارميها، لا. الولد ليه دور، لازم يتعلم كل حاجه عشان يطلع راجل يعتمد على نفسه، عشان يطلع راجل كويس. وبرده نقطة مهمة، ان انت برضو ما تضغطيش عليهم قوي، يعني انت ما تضغطيش عليهم قوي تقولي ايه، تقولي لا ده انا خلاص بقى انا علمتهم اسيبهم يشيلوا كل حاجة، لا انت برضو علمي، يعني ايه، تابعي معاهم، عينك معاهم وايدك بايديهم، انت فاهمة، تبقى الحياة كلها ايه، مشاركة. حتى لو عمل شوية عصير لنفسه، عملوا شوية سلطة، ساعدوكي في تجهيز الأكل، على الأقل يبقوا عارفين التوابل دي ايه وبنستخدم التوابل دي في ايه، هنا بنحط قد ايه سمنة، هنا بنحط قد ايه زبدة، يبقوا عارفين، فاهماني، هيشيلوا عنك كتير. ولازم تعلميهم بقى ايه النظافة بتاعة المطبخ، ده بقى للبنات، لازم تعلميهم نظافة المطبخ قبل ما هندخل المطبخ، لازم ايدينا تبقى نظيفة، لازم ما دام دخلنا المطبخ نضيف نخرج منه نضيف، لازم ننظف المكان، في عادات كده والله العظيم صدقيني ما هينسوها، مسيرهم هيكبروا وتقولي لا ده انا بسم الله ما شاء الله انا ربيت، وهم هيبقى الحاجات دي محفورة في الذاكرة بتاعتهم. يعني عيالك هيقولوا ده ماما زمان كانت بتعمل، زي ما انا دلوقتي معاكم اقعد اقول لكم ايه وانا شغاله، ماما الله يرحمها، ماما ما اعرفش عملت ايه الله يرحمها، ماما بسم الله ما شاء الله كانت بتقول لي ايه الله يرحمها. انا في حاجات وانتوا هتلاقوا كده، احنا كلنا فاكرين اهالينا زمان، كلنا فاكرين، هم برضو هيفضلوا فاكرين كده. انا بقى عملت معاكم الروتين الجميل ده، وخدت بعض يا بنات ونزلنا ايه، نزلنا رحنا قعدنا انا وولادي كده، قلنا ايه نعمل خروجه نهايه الاسبوع، ده كانت نهايه الاسبوع، نزلنا قلنا نغير جو شويه، رحنا اتفرجنا على المطوشه، وكانت قاعده حلوه وحياه ربنا يا بنات والله كانت عايزاكم. بس انا بس في اهم حاجه في الروتين ده عايزاكي ان انا اكد عليكي فيها، ان انتي ما تكسليش ان انت تعلمي ولادك حاجه في الاجازه بالله عليكي، علشان يطلعوا البنات بنات ستات شاطره، الرجاله الولاد يبقوا رجاله فعلا، عارف يعني ايه، والله العظيم هتكسبي دعوه، يعني انا مش عارفه اقولها لك ازاي بس هتكسبي دعوه، فاهماني، علميهم كل حاجه، استغلي دي فرصتك، الدراسه ما بنقدرش نيجي جنبيهم، الله يعينهم على حالهم على المناهج اللي عندهم كفايه، انما في الاجازه دي فرصتك، ما تسيبيش العيل للتليفون، لا اشركيهم معاكي في كل حاجه سواء بنت او ولد، البنت خديها كده تحت جناحك كده وصاحبيها واتكلمي معاها واسمعي منها، خليكي مطرطقه ودانك ليها، اما تيجي تقولك على حاجه ما تقعديش تهاجمي، لا اسمعي اسمعي اسمعي، صدقيني طول ما انتي واخده ولادك في صفك بالكلام والتوعيه، عمر ما حد هيقدر يضرهم بره، والله العظيم عمر ما حد هيقدر يضرهم بره.
وربنا يراضيكم يا رب جميعا في أولادكم، وأنا معاكم ويسعدنا فيهم ويجبرنا فيهم قادر كريم. ده بقى كان فيديو النهاردة، ما تبخليش على أختك أم مازن في لايك واشتراك. وآخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين.